علم النفس عن الحب شو بيقول لك علم النفس عن الحب؟ أنت لما تشوف إنك تخرج مع شخص أنت بتحبه، لما أنت تخرج مع شخص، هذا الشخص أنت بتحبه بشكل كبير جدا، فهذا الشخص راح يكون لك. وخاصة لو أنت شفت إنه هذا الشخص راكب معاك بالسيارة وأنت بتسوق وهي راكبة جنبك، فهنا معناه إنه هذا الشخص راح يكون لك في المستقبل. ليس تفسير الحلم، لما أنت تشوف مثلا سيارة وأنت بتسوق هذه السيارة وراكب معاك واحدة جنبك، فأنت راح تقود أمور حياة هذه الفتاة، لأن أنت بتقود هنا السيارة، فمعناه إنك راح تقود حياة هذه الفتاة، إنه السيارة هي عجلة حياة الإنسان، ومعناه إنك تسوق بالسيارة. هذه الحياة أنت راح تقود حياتها، راح تقود حياتها، معناه إنك راح تكون لك في مستقبلا. اثنين، سبب عدم إخراج شخص أنت بتحبه من بالك، معناه إنه هذا الشخص اللي أنت بتحبه هو نفسه بيفكر فيك، هو بيفكر فيك وأنت بتفكر فيه، وهذا سبب عدم إخراج هذا الشخص من تفكيرك، عدم إخراج هذا الشخص من بالك، فمعناه إنه أنت مثل ما بتفكر في هذا الشخص، فمعناه أيضا إنه هذا الشخص بيفكر فيك. ثلاثة، أيضا لما يظهر شخص ما في حلمك، شخص ما بيظهر في حلمك، فإن هذا الشخص بيكون بيفتقدك بشكل كبير جدا. لذلك يعني طرق قلبه وأتى ليلا في حلمك. رقم أربعة، هناك درجة من درجات الحب عالية جدا، لدرجة أنها تجعل الشخص يشعر ويحس بما يحب. يعني إذا أنت أصابك مكروه، تلاقي الشخص اللي بيحبك شعر بيك إنه لا، يعني درجة من درجات الحب هذه بتكون عالية بين الشخصين. يعني أنت أصابك مكروه، هذا الشخص اللي بيحبك بيشعر إنه أصابك مكروه، يشعر يعني بحس بيك، بيشعر بالألم اللي أصابك، وهذا درجة من درجات الحب.